بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل طاجن مسقعة. أول حاجة بنختار البتنجانة الحلوة طرية اللي هي مش مبزرة، خفيفة. نختارها نغسلهم كويس. بعد كده بنقطع بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها ديت. أنا بحب أحتفظ بجزء من قشر البتنجان عشان برضو الفايدة الغذائية اللي في القشر ذات نفسه، فبقشر نص الجزء كده ونص التاني بخليه مع البتنجان عادي خالص. بمقشرة بتاعت البطاطس خفيفة حلوة بتقشر كويس. ونقطعها بالطريقة اللي انت حضرتكوا عايزينها، عايزينها نص ونص كده، عايزينها مكعبات، عايزينها شرايح، زي ما انتوا عايزين. انا بجهز دلوقتي البتنجان واقطعه، وفي جنبي بولة فيها مية عشان برضو البتنجان لونه ما يتغيرش. بنعمل الطريقة دي عشان نحتفظ بلون البتنجان الابيض الجميل. نجيب شوية ملح على شوية مية، وندوب الملح ده في قلب المية، ونحط البتنجان اللي احنا قطعناه ده فيه عشان البتنجان يفضل بلونه الابيض ازاي الجميل الحلو دوت. والموضوع ده ما بيأثرش على القيمة الغذائية بتاعت البتنجان خالص. بنكمل تقطيع البتنجان زي ما حضراتكم شايفين، ونحط في المية ونسيبه شوية كده حوالي ربع ساعة 10 دقايق لحد ما نجهز حاجاتنا يعني اللي احنا عايزين نعملها. انا ما بقليش البتنجان بتاع المسقعة، انا برصه في صينية كده وبجيب فرشة بشوية زيت وبدهن البتنجان زيت. بدهنه زيت خفيف جدا برضه عشان برضه الزيت ومشاكله، وعشان برضه الدايت والناس اللي بتحب الدايت. هحطه في الفرن تحت الشواية واسيبه شوية كده يتحمر، وبعد شوية كده لما يبرد خالص يتحمر ويبرد بجيبه من الفرن زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم. لونه ممتاز كأنه مقلي بالظبط اهو. بجيب طاجن فاضي، والصلصة عبارة عن عصير طماطم، فصين توم، بصلة بدبلها واحطها على النار لحد ما تتقل شوية معايا. بعد كده بضيف طبقة الصلصة وارص طبقة بتنجان في الطاجن ذات نفسه، عشان الطاجن ده في الاخر ادخله الفرن. دي مكعبات بطاطس، بطاطسية كده عملنا مكعبات وقلناها قلية، وده فلفل قلناه نص قلية برضو. والحاجات دي اختيار اللي عايز يعني. هنرص طبقة البطاطس وطبقة الفلفل وطبقة من البتنجان، ونحط بقية الصلصة بتاعتنا على البتنجان ده من فوق في قلب الطاجن. نحط بقى بقية الصلصة كلها على الوش كده زي ما انتوا شايفين. نرص الفلفل بتاعنا الباقي اللي بقى كام قرن باقي كده، وندخل الطاجن ده الفرن على درجة حرارة 200، ونسيبه مش هيكمل تلت ساعة. يعني يطلع بالشكل اللي قدام حضراتكم ده مع رغيفين بلدي وبالهنا والشفا للي ياكل. وطبعا الطاجن مسقعة قدامكم اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.